بس لهون بس اقطع الموسيقى. أصدقائي اللي عجبوا هاي المقطع الموسيقى اللي عزفتها من شوي، يا إما يقفز لنهاية مقطع هذا الفيديو أو إنه يحضر الدرس الأخير وتيسمعوا كله إن شاء الله. أصدقائي درسنا لهذا اليوم كتير مهم، اللي هو بدي أشوف إذا آلتي فعلا سليمة أو إنه فيها نشازات أو فيها أخطاء، يعني العلامات متحركة من محلها أو جاي غلط مثلا. رح أعطيكم المقاسات الصحيحة لآلة البزق. هي آلة البزق، تمام أصدقائي. معروف الزند له عدة مقاسات، وإن شاء الله بكل درس رح نصير ناخد يعني حجم أو طول زند معين ونشتغل عليه، اللي هو نرجع العلامات تكون سليمة. زائد إنه الصندوق كمان يعني بيلعب دور كبير، وين بدي أحط الفرس أو حامل الأوتار. فخلونا نبلش على بركة الله. راح أقيس الزند من الأنف لنهاية الصندوق. ما بعرف إذا عم بتشوفوا هيك أو راح أفرجيكم هيك، عفوا. شايفين أصدقائي؟ لنهاية الزند هو 50 سنتي، يعني من الأنف لبداية الصندوق طول الزند كامل 50. طبعا في عدة مقاسات ورح نحكي فيها بالدروس الجاية إن شاء الله، كل آلة وطولها. بعض الأصدقاء كمان كتبوا بتعليقات، ولكن هاي الآلة كانت يعني مخبصة، صاحبها لعبان فيها، والفرس كمان كان متحرك من محله، فصارت العلامات شبه مستحيلة تطلع صحيحة. لأنه الفرس إذا رجعته نص سنتي راح يتغير كل العلامات محلاتها. يعني إذا نص علامة ناقصة راح تصير هون كلها نص علامات ناقصة أو أكتر كمان، لأنه كل ما جينا على الجواب بتصير الشغلة دبل، أو إذا أقرب كمان أكتر. نبلش إنه كيف بدي أعرف إنه إذا محلاتها صحيحة. رقم واحد بدي بلش أنا من الفرس. بعد الفرس عن نهاية البزق، نهاية البزق لهون، يعني مو لنهاية هاي شو اسمه محل مربط الأوتار. طبعا ما بكل البزقات بيكون في هيك، منهم بيكون في حديد فبتكون أقصر. المهم لنهاية البزق الصندوق ولا الفرس هو هون 13 سنتي. 13 سنتي. بعد ما أنا حطيته 13 سنتي، هون شو بسوي؟ بيجي على الوتر دو، بدوزنه دو صحيحة 100% على أي برنامج دوزان. أنا بزماناتي كنت عارض هذا المقطع الفيديو، بجوز تشوفوا الصورة. هذا الدوزان فبإمكانكم تشتغلوا عليه، أو أي برنامج دوزان كمان ما في مشكلة. بتدوزنوا هي العلامة دو سليمة، لأنه إذا ما دوزنتها دو سليمة إن كانت ناقصة أو زايدة فشغلنا هون كله راح يصير تخبيص بغلط. البزق أصدقائي له 27 مربط أو دعسات أو برادي، 27 برداية. هلا أنا بين كل علامة وعلامة راح أعطيكم المقاس الصحيح، بإمكانكم تكتبوه على ورقة أو تشتغلوا بشكل مباشر معي. طبعا بإمكانكم توقفوا مقطع الفيديو وين ما تكونوا وصلتوا. هيك أصدقائي قربت عليكم. راح أبلش أرقم العلامات، يعني ما راح أقول دو دييز ودو أو ري نصف بيمول وهيك. راح يعني راح أقول أسامي العلامات، إنه البرداية الأولى الثانية الثالثة. الأولى 4 سنتي، اللي بعد منها 2 6 سنتي، الثالثة 8، الرابعة 12 إلا ربع، تمام، الخامسة 13 ونص،
السادسة 15.5 إلا مليمين 3، هاي صاروا 6. 7 18.5، 8 20، 9 22 إلا ربع، هيك صاروا 9. هلا العاشر بيكون 24 وربع، 24 ربع، هي رقم 10. رقم 11 27 ونص. رقم 12 28 وثلاث أرباع. 13 هي رقم 30. 14 32 ونص. 15 33 ونص. 16 35 تماما. 17 37 تماما. 18 38 تماما. 19 39. رقم 20 41 تماما. البرداي 21 42 سنت و3 أرباع. 22 43 سنتي. 23 43 و3 أرباع. هلا 24 46 وربع. 25 47 وربع. 26 48 تماما. 27 بيكون 49 وربع. تمام. هاي المقاسات على الزند اللي طوله 50. تمام. هيك بتكون عدلت مطارحهم للعلامات. هاي المقاسات الصحيحة أعطيتكم إياها. فهلا بإمكانكم تتأكدوا من برنامج التونار، تحطوه قدامكم وتشتغلوا عليه. كل ما تكبسوا علامة مثلا دو تكون صحيحة، هي ما في مجال، يعني لازم تكون 100%. علامة بتمشوا فيه، مثلا دو دييز لازم تطلع دو دييز تماما، وكذلك الري بيمول والري مي بيمول ومي نصف بيمول ومي وفا. تمام. وعلى هذا النحو بتتأكدوا منه. هيك بتكونوا انتوا عدلتوا الآلة تقدروا تعزفوا بشكل صح وما يأذي أذانيكم، أو ما تتعلموا أسلوب العزف الخاطئ، لأنه إذا ضليت عم تعزف على آلة نشاز وتمرنت عليها فإذنك راح تتعود عليها، تصير إذا تسمع العلامة الصحيحة تصير غير مألوفة عندك. فهيك أصدقائي راح تصير آلتك جاهزة، وتصير بإمكانكم تعزفوا بشكل صحيح وتسمعوا بشكل صحيح. بتمنى يا رب تكون هاي المعلومة أفادتكم. دائما بنسعى أنه ندوركم على أفكار تكون جيدة ونادرة وما هي موجودة وين ما كانت. هيك تفاصيل ما بتلاقيها غير إلا عند الصناع الآلات. فبحاول أنا ما أبخل عليكم، وإن شاء الله أنتم كمان ما رح تبخلوا علينا. شغلة صغيرة أصدقائي، بزماناتي صارت معي مشكلة بحساب الجوجل وراحت القناة وتصدقت الحساب ورجعته. ففي كتير أصدقاء ما عم توصلهم الإشعارات، فبتمنى منكم انكم تروحوا على الجرس تلغوا وترجعوا وتكبسوا عليه. طبعا اكيد اللي عم بيشوفني او وصلته الاشاره بتكون وصلانه، او نبهوا اصدقائكم، يعني احتياطا اعملوه. خايف انه مثلا انا بكون باعت شيء ما يوصلكم الاشعارات، ف اللي عم تجي الاشعارات فله شغله ثانيه، يطلع يكتب لنا كومنت ويطج لنا لايك. اصدقائي انا مشتغل فيديوهات قبل هلا كمان عن كيفية التعامل مع الآلة في حال صارت معك مشكلة، والمشاكل هي عديدة وكتيرة، وهي من أحد المشاكل اللي عم بتواجه العازفين. شرحناه بهذا الفيديو، واللي حابب مثلا يحضر الفيديوهات الثانية بإمكانه يدخل بالوصف، راح أترك لكم الفيديوهات كلها بمجلد برابط بإمكانكم تفوتوا عليه وتشوفوا إذا عندكم مشاكل تانية بجوز يكون الحل بضمن هذا المجلد. أصدقائي كمان بدي نوه على شغلة، إنه راح أصير أنظم فيديوهات القناة. طبعا بتشكر أخي زكور، أخي زكريا
اللي هو ساعدني كمان بإنه أحط خطة عمل للقناة، اللي هي إنه تكون حلقة أسبوعية، منشان ما يكون في لا تقصير ولا زيادة، إنه ما يكون إنه التوزيع هيك بشكل عشوائي. تمام. رح نصير بكل أسبوع يوم الخميس الساعة 8 بتوقيت دمشق والدول العربية كلها. طبعا ما كلها، حسب الفرق الزمني اللي بيناتكم. الساعة 8 بتوقيت الدول العربية، والساعة 7 بتوقيت ألمانيا والدول الأوروبية. رح أنزل دائما مقطع فيديو. إذا عندك أسئلة عن هذا الفيديو أو أي أسئلة فنية لها علاقة بهيك أمور، مثلا مشاكل عم تواجهوها، اكتبوه بتعليق. وحتى تعليقاتكم هدول إن شاء الله رح أعمل مقطع فيديو، لأنه رح يكون فيني أعبر أكتر وأكتر، مو مثل إنه أكتب كتابة بجوز ما تفهموا عليه. رح أعمل مقطع فيديو كلياتكم تستفادوا وغيركم كمان يستفادوا. هذا كان كل شيء لليوم، ودمتم بأمان الله أصدقائي. تمام أصدقائي، وهلا بإمكانكم تحضروا مقطع الموسيقى اللي عزفته بداية هذا الفيديو. أوقات ممتعة أتمناها لكم. دمتم بأمان الله. شكرا.